هنيئا لنا بالنصر، هنيئا لنا بفريقنا الوطني المغربي، وهنيئا لنا بأسود الأطلس، هنيئا لنا بجمهورنا في جميع أنحاء العالم. جمهور صراحة تيحمر الوجه. لكم كل الحب والتقدير والاحترام والاعتزاز يا فريقنا الوطني ويا جمهورنا الكبير. الاعتزاز بأني مغربي، الاعتزاز بانتمائي لهذا الوطن، اعتزازي وافتخاري بتحقيق الانتصار على أعتى الفرق العالمية. المغربي وعبر التاريخ كان دائما يبرهن للعالم أنه بحجم الحدث. المغربي دائما تيكتب تاريخه بدمائه، تيكتب تاريخه بوطنيته، تيكتب تاريخه برجولته وشموخه والعزة ديال النفس ديالو، عزة العربي والأمازيغي والريفي والصحراوي اللي تمزات الدماء ديالهم باش يعطوك مغربي حر ووطني تيحب بلاده وملكه وأرضه وفريقه وعالمه. هذا الفريق الوطني المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي صراحة كان مفاجأة الدورة وبامتياز. في الوقت اللي كان أكثر المحللين الرياضيين العالميين تيحطوه في المرتبة الرابعة في مجموعته، تيتعادل مع كرواتيا وتينتصر على بلجيكا وتينتصر على كندا وتيتصدر المجموعة ب7 ديال النقاط وتيخلق المفاجأة وتيدخل مرة أخرى للتاريخ. واليوم وحنا تنشوفوا شبابنا المغربي وكيفاش تيتكلم على الجيل ديالنا واللي حضرنا على حدث تاريخي آخر في سنة 1986 بمرور المنتخب المغربي للدور الثاني من تصفيات كأس العالم. جيلنا تيحس اليوم أنه تربط بجيل جديد من ولادنا وكملات دائرة التاريخ، تاريخ تيجمع كل أجيال المغاربة. كلمة واحدة هي حب الانتصار. وهنا لابد أننا ننوه بالجمهور المغربي. الله على الجمهور المغربي. المغربي أحسن جمهور في العالم وبدون منازع. واش هذا الشيء مبالغة؟ حتى نقولوا أنه أحسن جمهور في العالم. اللي كان عنده أدنى شك ما عليه إلا أنه يشوف هذه الجماهير المغربية الغفيرة اللي موجودة في قطر واللي تتساند الفريق الوطني من بداية النشيد الوطني وإلى نهاية المقابلة. وهذا النشيد الوطني اللي صبح رمز القتالية والنضال، وحتى اللي ماشي مغربي ولا باغي يحفظ النشيد الوطني. صراحة اليوم المغاربة ولاو طامعين يلعبوا مراتب طلائعية في هذه الدورة. وعلاش لا؟ الفوز بالكأس. نعم الفوز بالكأس ما لا صعيبة، ما كاين حتى شي حاجة صعيبة في الظروف اللي موجودة عندنا اليوم. أولا الجامعة الملكية وفرت كل الظروف باش يكون عندنا اليوم فريق من هذا الحجم. وثانيا عندنا لاعبين كبار مثل زياش وحكيمي وبونو والآخرين. وثالثا عندنا مدرب مغربي محنك يتقاتل على بلاده. ورابعا عندنا أحسن جمهور في العالم ولاعبين في أرض عربية. والأهم من هذا الشيء كله كاينه إرادة بالفوز، كاينه ندية، واللاعبين ما تيحسوش بأي نقص، أي نوع من النقص أمام اللاعبين الأوروبيين. اليوم الفريق الوطني المغربي هو الفريق الوحيد اللي تيمثل الأمة العربية. وأنا متأكد ونحن متأكدون أن الشعوب العربية كلها غادي تساند المغرب ضد إسبانيا يوم 6 ديسمبر، وغادي يكون الفوز من نصيبنا إن شاء الله. وديما شعارنا الله الوطن الملك.